نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم أعلام ومناسبات في جزء عامة المبارك. كنا قد تكلمنا في الحلقات السابقة عن سورة الفيل، وها نحن نحط رحالنا من السور التي فيها مناسبة أو سبب نزول نستلهم منها العبر والقصص والهدايات التي تهمنا وتنير لنا الطريق في حياتنا، وهي سورة الهمزة. بادئ ذي بدء، نستعين بالله سبحانه وتعالى ونقرأ ونشرع في قراءة هذه السورة، ثم نأخذ مفرداتها، ثم نستنير بهداياتها في حياتنا اليومية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هذه السورة الشريفة وهي سورة الهمزة لها أسباب نزول أو لها سبب نزول. فمن أسباب نزولها ما أخرجه ابن أبي حاتم عن عثمان وابن عمر قال: ما زلنا نسمع أن ويل لكل همزة نزلت في أبي ابن خلف. وأخرج عن السدي قال: نزلت في الأخنس ابن شريق. وأخرج ابن جرير عن رجل من أهل الرقة قال: نزلت في جميل ابن عامر الجمحي. وأخرج ابن المنذر عن ابن إسحاق قال: كان أمية بن خلف إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه فأنزل الله ويل لكل همزة لمزة السورة. إذن أعزائي المشاهدين، في مجموعها أنها نزلت بسبب الهمز واللمز الذي كان يصيب النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين قولا. ومفردات هذه السورة هي سورة مكية بالإجماع، وهذا اسمها المشهور ويل لكل همزة، ويقال لها الهمزة أيضا، وهو من أسمائها المشهورة اختصارا. وبعض أهل العلم سماها الحطمة. والموضوع الذي تدور حوله هذه السورة
هي صفة سيئة بائسة من صفات بعض أهل الخسران، وهي الهمز واللمز، مع ما يقارن ذلك من الحرص والشح على المال وجمعه وحياطته. هذا توعده الله تبارك وتعالى بأن ينبذ في النار، أن يلقى في النار. والهماز أي بالقول، واللماز أي بالفعل، يعني يزدري الناس وينتقص بعضهم، وقد تقدم بيان ذلك في قول هماز مشاء. وقال ابن عباس: همزة اللمزة أي طعان معياب، أي يعيب الناس. وقال مجاهد: الهمزة باليد والعين، واللمزة باللسان. وقوله الذي جمع مالا وعدده أي جمع بعضه على بعض وأحصى عدده، كقوله وجمع فأوعى، قاله السدي وابن جرير. وقال محمد بن كعب في قوله جمع مالا وعدده أي ألهاه جمعه للمال، ألهاه بالنهار، هذا إلى هذا، فإذا كان الليل نام كأنه جيفة منتنة. وقوله يحسب أن ماله أخلده أي يظن أن جمعه المال يخلده في هذه الدار. كلا ليس الأمر كما يزعم ولا كما يحسب. وقوله الذي جمع مالا وعدده كما قلنا سابقا أي ما كان يلهيه في النار، ما يلهيه في النهار ويجعله جيفة في الليل. وقوله إنها عليهم مؤصدة أي مطبقة مقفلة. وقوله في عمد ممددة قال عطية العوفي أي عمد من حديد، وقال السدي أي من نار. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أدخلهم في عمد فمدت عليهم بعماد وفي أعناقهم السلاسل فسدت بها الأبواب، نسأل الله السلامة والعافية من ذلك. هذا ما تقدم في مفردات هذه السورة الشريفة المكية. والآن نستلهم ولنقف في الهدايات لهذه السورة. من الهدايات لهذه السورة: الهداية الأولى أهمية حفظ اللسان، أهمية حفظ اللسان. فربنا سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم قد أمر بحفظ اللسان، هذا العضو السريع الحركة، أسرع الأعضاء حركة ونشاطا، لا يمل ولا يكل من كثرة الاستعمال. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل ما خرج منه يكتب ويرصد ويحفظ ويجمع لينشر يوم الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وجاء سفيان بن عبد الله الثقفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له سائلا: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا، أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال للصحابي رضي الله تعالى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: فكف لسانك إلا من خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله: ما النجاة يا رسول الله؟ قال: أملك عليك لسانك، رواه الترمذي وحسنه. وفي حديث معاذ المشهور رضي الله تعالى عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أوصاه:
ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ كف هذا، وأشار إلى لسانه. قلت أي معاذ يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، وفي رواية على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وأشار إلى هذا العضو، وقال قولا بعد الفعل: كف، أي امنع هذه الإشارة. والقول تدل على اهتمام الشارع بحفظ هذا العضو، وقدم على ذلك قول هذه الإشارة للاهتمام بهذا الأمر، فلم يقل أمسك هذا عليك، وإنما قال أمسك عليك هذا. ولم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بالقول، وإنما أخذ بلسانه بالفعل، ليدل بقوله وفعله على هذا الأمر وأهميته، وبيانا لصعوبة ضبط اللسان. ومعنى الحديث: لا تتكلم بما لا يعنيك، كما ورد في الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وفي الحقيقة من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، وكثرة الكلام لها مفاسد لا تحصى. وقد قال الصحابي: وإنا لمؤاخذون، أي معاقبون ومحاسبون بما نتكلم به، أي على جميع الكلام الخارج. لأن معاذ رضي الله تعالى عنه لا يخفى عليه أن بعض الكلام يحسب للإنسان، فقال له: وهل يكب ويلقي الناس ويسقطهم ويصرعهم ويصرعهم على وجوههم أو على مناخرهم، وهي أول ما يصل إلى الأرض إذا سقط الإنسان على وجهه، إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي هذا بلاغة نبوية عظيمة، فإنه شبه بما يتكلم به الإنسان بالزرع المحصود، شبهه بالمنجل، فكما أن المنجل الذي يحصد به الزرع يقطع ولا يميز بين الرطب واليابس والجيد والرديء، فكذلك لسان المرء يتكلم نوعا من الكلام حسنا وقبيحا مثل المنجل، يحصد كل ما يأتي عليه. لا يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم من الكفر والقذف والشتم والغيبة والنميمة والبهتان وكل آفة سيئة على اللسان. فعليك يا عبد الله ويا أمة الله بطول الصمت، فإنه مطردة للشيطان، ومن صمت نجا، والإسلام في السلامة من اللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لأنه يعبر عما في النفس وهو أمضى من اليد، ولذلك قدمه على اليد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من لسانه ويده، لأن اللسان يؤثر ويقول في الماضين والموجودين والحادثين بعد، وأما اليد فهي مؤثرة بمن هو أمامها. ومن ذلك كذلك أن اللسان أعزائي المشاهدين سلاح ذو حدين، فكما أن اللسان وسيلة لتحصيل العذاب أو الرحمة. اشتكى سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه من مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلما دخل عليه وجده في غاشية أهله، فقال: قد قضى. قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم
وإن الميت يعذب ببكاء أهله. رواه البخاري. يعذب بهذا أي أن الميت يعذب ببكاء أهله مما يقولون بألسنتهم، وقال يعذب بهذا أي يعذب الله بهذا اللسان إذا قال سوءا، أو يرحم أي يعني يرحم الله بهذا اللسان إذا قال خيرا. ولذلك كان اللسان من الأعضاء التي تزني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وزنا اللسان المنطق. قال بعض العلماء وسمى النطق زنا لأنه يدعو إلى الزنا الحقيقي. ألا ترى أن امرأة العزيز قالت بلسانها هيت لك، وهكذا ما قبل الزنا دعوة من الطرفين أو من أحد الطرفين أو كلاهما إلى الفاحشة، وذلك يسبقه اللسان. ولأن مسألة الإشغال قضية تربوية مهمة من أسباب علاج اللسان والمحافظة عليه، المقصود أن تشغله بطاعة الله حتى لا يجد وقتا لمعصية الله. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فزيادة على الأجر الذي يحصله بالذكر فإنه يمنع اللسان من المعصية لاشتغاله بالطاعة. قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. رواه البخاري. وخفة اللسان وسهولته تكون في يوم القيامة في الميزان جسما ثقيلا. لماذا؟ وهذا دليل على سهولة وتيسير الله سبحانه وتعالى الطاعات والعبادات القولية، ولما لها من أثر في الآخرة من ثقل هذه الأعمال. كما أن اللسان سلاح ذو حدين، كما أنه من أشد وأفضل وأنبل الأسلحة التي يدافع بها عن الحق، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما جاء في الحديث الصحيح أن أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فغير وجه الخطبة، وجعل الخطبة قبل الصلاة لكي يجبر الناس على الاستماع، لأنهم صاروا ينصرفون. فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة بيانا للسنة وللحكم الشرعي وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. فقال أي الأمير قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه، أي أمر الأمير بأن يغير إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سعيد أما هذا لفعل ذلك الرجل ومدافعته عن الحق بلسانه، فقال أما هذا فقد قضى عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهده بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. واتخاذ اللسان آلة للمنافحة عن الحق والرد على أهل الباطل واحتساب الأجر بهذا العمل في بيان الدين ونفي تحريف الغالين عنه وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين هو من أعظم العبادات
التي أمرنا الله سبحانه وتعالى وحثنا عليها. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل، فأرسل إلى ابن رواحة فقال: أهجهم، فهجاهم فلم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى كعب بن مالك، ثم أرسل إلى حسان بن ثابت. كل هؤلاء شعراء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فلما دخل عليه قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. ثم أدلع لسانه، يعني أخرجه من فمه، فجعل يحركه كما يخرج المقاتل سيفه استعدادا للمبارزة والمنازلة في المعركة. ثم أدلع لسانه فجعل يحركه فقال: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لأفرينهم بلساني فري الأديم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريشا بأنسابها، وإن لي فيها نسبا حتى يلخص لك نسبي. فأتاه حسان أي إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال: والذي بعثك بالحق يا رسول الله قد لخص لي نسبك، والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعر من العجين. قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: إن روح القدس أي جبريل لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هجاهم حسان فشفى واشتفى. وقال في شعره ذلك: هجوت محمدا برا حنيفا وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. إلى أن قال رضي الله تعالى عنه في آخر شعره: فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. رواه مسلم. وكما أن الشريعة أمرت باستعمال اللسان في الذب عن الدين وهجاء الأعداء وتوضيح الأحكام وبيان هذه الشريعة، فكذلك نهت عن ما يسخط الله كالسب والاستهزاء والغيبة والنميمة، كما سيتقدم بإذن الله عز وجل معنا في آفات اللسان ونحو ذلك. وكل ذلك يدخل فيه التكلف والتفاصح ومباهاة، كما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. رواه الترمذي وحسنه. ومعنى البليغ أي المبالغ المتكلف للفصاحة من الرجال، أي من بينهم، لأن الغالب فيهم الذي يتخلل بلسانه أي يأكل بلسانه أو يدير لسانه حول أسنانه مبالغة في إظهاره وبيانه وفصاحته كما تتخلل البقرة بلسانها، فيتشدق بالكلام ويلف كما تلف البقرة. هذا وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج لصلاة الفجر: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا. الحديث رواه الإمام مسلم. اللهم هبنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا، وانصرنا على دينك بألسنتنا يا رب العالمين. اجعلنا قوالين بالحق ومن العاملين به، إنك على كل شيء قدير. أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نواصل. به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا.
نعتز بهويتنا، نعتز بتقاليدنا، نعتز بديننا كمسلمين إريتريين، نعتز بوطننا وأرضنا. تأتي إحداهن من السفر، إذا لم تبكي في عندها تعتبر مصيبة من المصائب، لذلك تبكي وتهيج النساء ويبكين. حتى لو كان الجواز في جيوبهم، هو في جيبهم ولكن ليس في قلبهم. إذا ثبت أنه والله يؤذي عباد الله، وبل ربما يصل بسحره إلى أن يقتل، هذا ما في خلاف أن إذا سحره الذي فعله قتل إنسان فإنه يقتل. لكنه لو قال أنه هذا للذكور من أبنائي من ذريتي دون الإناث مثلا، هذا قال العلماء هذا وقف جائر ولا يجوز ويحرم هذا الوقف. الشعب الإريتري الآن كثير من الشباب يهرب من بلده. أين الاعتزاز بالوطنية الإريترية؟ أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. وكما قال الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. به للصالحات وللمكارم والتقى، نور على مر الزمان تألقا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. كنا قد توقفنا قبل الفاصل عن أهمية وخطورة اللسان، وها نحن نحط رحالنا في ما تبقى من الحلقة ونتحدث عن آفات اللسان. ما هي الأعمال السيئة التي يفرضها اللسان على المرء فتصبح سيئة وتكتب عند الله كبيرة في بعضها من كبائر الذنوب؟ من آفات اللسان الآفة الأولى، أي أمراض اللسان، من آفات اللسان الآفة الأولى الشرك بالله تعالى. كيف أن هذا اللسان قد يخرج الإنسان من دائرة الإسلام والإيمان إلى دائرة الكفر والنفاق. الشرك بالله تعالى، يقول الحافظ ابن رجب: فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك، وهو أعظم الذنوب عند الله عز وجل، ويدخل فيها القول على الله بغير علم. الشرك بالله عز وجل كالذي يحلف بالمخلوقين، وكالذي يستهزئ بأهل الدين ويستهزئ بشعائر الدين. ألم نسمع إلى قول المنافقين في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا قولا شنيعا في أصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم أرغبوا بطونا وأجبنوا عند اللقاء، فأنزل الله فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا قوم مجرمين. هؤلاء المنافقون الذين كانوا يخوضون في أعراض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب المزاح، فأدخلهم في دائرة الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. الآفة الثانية أعزائي المشاهدين وهي القول على الله بغير علم.
كيف الإنسان يقول على الله بغير علم؟ فالقول على الله بغير علم من أعظم الذنوب، بل هو أعظم من الشرك كما قرر ذلك ابن القيم رضي الله تعالى عنه فقال: وما ذاك إلا لأنه هو السبب حتى في الشرك، فإنه هو سبب فيه هو القول على الله بغير علم. والمفتي موقع من رب العالمين ومخبر عما يعتقد أنه حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في مسألة معينة أو نازلة معينة أو موضوع. ومن هذا المنطلق يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: إذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل، أي ملوك الدنيا، منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ ولذلك كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم ورحمهم يدرؤون الفتيا عن أنفسهم ويدفعونها دفعا ما استطاعوا، ويحاولون أن يتخلصوا منها ويسندوها إلى غيرهم. ومن ذلك ما ذكره الإمام الدارمي في السنن عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وهو من التابعين الثقات المعروفين، قال: لقد أدركت بهذا المسجد 20 و100 من الأنصار، أي 120 من الأنصار صحابي، ما منهم أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا يسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. من شدة خوفهم من القول على الله بغير علم يدفعون الفتيا والسائل والذي يستفتي يدفعونه إلى بعضهم البعض لكي ينجو. ومن صور القول على الله بغير علم: أولا التسرع بالإفتاء بغير علم، والمقصود التسرع بالإفتاء عدم التريث وعدم النظر والاستعجال في الإجابة في مسألة شرعية بدون التريث والنظر، وهو ما يكون صورة من صور القول على الله بغير علم، وقد يخطئ في الاستعجال في ذلك. كذلك الاعتراض على النصوص بالعقل، وهم أو كما هم معروف عنهم العقلانيون الذين يردون النصوص ويحكمون عقلهم، يقولون هذا لا يدخل في العقل، يحذفون النقل ويقدمون العقل على النقل. كذلك ذكر الحديث دون معرفة صحته أو ضعفه، يدخل من ذلك أن الإنسان قد يحدث بأحاديث لا يعرف صحتها أو ضعفها وقد تكون موضوعة وينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ونتذكر في هذه النقطة قول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله السلامة. كذلك من القول على الله بغير علم تسفيه أئمة الإسلام وآرائهم، كقولهم أن أبا حنيفة كان بعيدا عن المدينة، وأن الإمام الفلاني لم يدرك الصحابة، وأن الإمام الفلاني كذا، القدح، وليس تبريرا في فتاويهم التي تحتمل الخلاف، لكن هدما لآرائهم وإنقاصا منهم. كذلك من القول على الله بغير علم الكلام بالدين على حسب الهوى والظن، كالذي يقول: أظن أن هذه المسألة كذا في اعتقادي وفي رأيي الشخصي ومن خلال تجربتي. هذا دين، وهذا حكم من الله سبحانه وتعالى ورسوله. وتعاقبت الأجيال والسلف الصالح على حفظ هذا الدين وحفظ نصوصه وحد حدوده، وهذا يتقحم الأسوار ويتهور في قوله باعتقادي وفي ظني وفي رأيي وفي تجربتي. ومن الآفات كذلك الآفة الثالثة، وهي آفة الغيبة أو الغيبة. والغيبة هي ذكر أخاك بما يكره، وربنا سبحانه وتعالى صورها لنا بصورة
ومثل لكي يبغضنا لها. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هل يستطيع أحدنا أن يأكل جيفة حيوان حلال؟ لا يستطيع أن يأكله، فكيف بجيفة إنسان، وهذا الإنسان أخاه؟ الله سبحانه وتعالى صور هذه الآفة بهذا المثل العجيب المنفر لهذه الآفة. ويدخل في الغيبة 3 أسماء كلها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي الغيبة والإفك والبهتان. فإن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإذا قلت فيه ما بلغك عنه فهو الإفك، وإذا قلت فيه ما ليس فيه فهو البهتان. الآفة الرابعة أعزائي المشاهدين وهي الكذب، وهو خلاف الواقع وخلاف الحقيقة وخلاف الصدق. وإن الرجل في الحديث وإن الرجل لا يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الرجل لا يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ففي خبر البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الآفة السابق ذكر الغيبة أنها من أسباب عذاب القبر. وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على شفير قبر فقال: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فقد كان يمشي بين الناس بالغيبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالغيب كذلك من عذاب القبر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يعذبون في القبر، وذكر منهم بأناس يخمشون وجوههم بأظافر من نحاس أو من حديد حتى تقوم الساعة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فقال: من هؤلاء؟ قال: الذين يقعون في أعراض الناس. نسأل الله السلامة والعافية. الآفة الرابعة الكذب. ففي خبر البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بما رآه من أنواع عذاب أهل النار، فكان ممن قال عليه الصلاة والسلام: أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصدع به ما رأيت إلى يوم القيامة. من عذاب القبر كذلك ما ذكره في الحديث الطويل حديث الرؤيا مع جبريل عليه السلام الكذب، والذي يشق شدقه فيكذب الكذبة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. من الكذب كذلك من هذه الآفة ومن صور الكذب النكت والطرائف، وهي ما يقوم بعض الناس باصطناع حكايات لا أساس لها عن الصحة، سواء كانت عن الجنسيات أو الأنساب أو بلاد أو أقوام، وما ذلك إلا لأجل إضحاك الناس، وهي ما يدخل في الكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وفيه عن الزهري قال: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في 3: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. هذه حالات التي تباح فيها الكذب. أما النكت والطرائف التي تكون خلافا للحقيقة وللواقع، فحري بالإنسان
أن يخشى عليه بأن يقابل أقواما وبلادا وأنسابا قد كذب فيهم وأضحك الناس عليهم، يخشى عليه بأن يكونوا خصومه يوم القيامة. ومن كان خصمه رجلا واحدا يفكر 1000 مرة كيف يجيب الله سبحانه وتعالى في دفع هذه الخصومة، فما بالك أن تقف بين يدي الله عز وجل وخصومك البلد الفلاني بأعدادهم وأرقامهم، ملايين من الناس تحاجك وتخاصمك عند الله سبحانه وتعالى. ماذا سيبقى لك من حسنات؟ ماذا سيبقى لك من حسنات؟ ومن وقف ذلك الموقف فوالله قد هلك، إلا أن يتغمده الله بواسع رحمته. الآفة الخامسة أعزائي المشاهدين الكلام بالباطل أو السكوت عن الحق. يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: وفي اللسان آفتان عظيمتان إن خلص من أحدهما لم يخلص من الأخرى، آفة الكلام وآفة السكوت، وقد يكون كل منهما أعظم إثما من الأخرى في وقتها. فالساكت عن الحق شيطان أخرس عاص لله مراء مداهن إذا لم يخف على نفسه، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته، فهم بين هذا النوعين. الآفة السادسة شهادة الزور. قال سبحانه وتعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال سبحانه: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. والله بما تعملون عليم. وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه بابا قال فيه: باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. واليمين الغموس سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار ولا كفارة فيها. الآفة السابعة القذف. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء. الآية. وقوله القذف هو أن الإنسان يسمع فإذا سمع رمى بذلك أحكاما مثل هذا منافق، هذا كافر، هذا معتزلي، هذا كذا، هذا كذا، هذا كله يعتبر من القذف. أخرج عبد الرزاق في تفسيره عن قتادة في تفسير قوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون. الآية. قال قتادة: ما بال أقوام يتكلفون علم الناس، فلان في الجنة وفلان في النار، فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال: لا أدري، لعمري أنت بنفسك أعلم منك بأحوال الناس، ولقد تكلفت شيئا ما تكلفه الأنبياء قبلك. قال نبينا نوح عليه السلام: قال: وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين. الآيات. كذلك من الآفات الحلف بغير الله تعالى، كالحلف بالأمانة والذمة والوالد والولد والشرف والقبيلة وبالحياة وحياة النبي. وعند الإمام أحمد: من حلف بالأمانة فليس منا. وفي الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الآفة التاسعة السب والشتم والسخرية بالمؤمنين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فإياك ثم إياك أن تشتم مسلما أو تغمزه أو تلمزه مهما كانت مكانته أو جنسيته، فإن عقد الإسلام يحرم عليك ذلك. الآفة العاشرة اللعن. واللعن هو المقصود، هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان كذلك أهلا، وإلا رجعت إلى قائلها. لا يزال عزيزي المشاهد لله. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وعند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. وعند الإمام أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فانظر يا رعاك الله إلى هذه الحسنات الهائلة وإلى ما يقابلها من العمل اليسير الذي يغرس به لك أثر في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، والمتقين الذين يحفظون لسانهم من كل ذي شر ومن كل سوء. ولفظ الترمذي: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة مقصود بها الحسرة والندامة. ولهذه المجالس كفارات أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه، أي أخطاؤه وكثرة الكلام والذي لا طائل فيه، أو قد يكون كذب أو قد يكون سب فلان، فكثر فيه لغطه. فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه أبو داود الترمذي. وقال الحافظ في الفتح: سنده قوي. وهي ما تسمى كفارة المجلس. إن إنسان جلس مع قوم حري بأن يطبق سنة كفارة المجلس، وهي حسنات لك وسيئات تدفع عنك. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا أقاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. حري بالإنسان أن يطبق كفارة المجلس، وهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كذلك من الهدايات تكلمنا عن هداية اللسان وعن حفظه وعن آفاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ألسنتنا وأن يقوينا في طاعته، وأن يجعل ألسنتنا رطبة بذكر الله سبحانه وتعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أعزائي المشاهدين، أدعكم في حفظ الله ورعايته إلى حلقة قادمة، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على مر الزمان تألقا، وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا.